فلو ربيتيه هو كويس بعقليه كويسه، لو سبتي له حته قد كده فتفوته هيكبرها وهو اللي هيخليها قصر. لكن انت ممكن تسيبي له القصر وتبقي سايبه شخصيه فاضيه من جوه، يضيعه ويضيع كل حاجه فيه ويضيع اللي حواليه ويضيع مراته وولاده. ساعتها اهو وجارتك اهي وابنك اهو وابنها اهو. تمام، انت بتقارني بالولد. طب لو جوزك قال لك بصي جارتك دي لابسه ومتزوقه وعامله، بصي دي ريحه اكلها تحفه، بصي ده انا شفتها بتعمل الموقف الفلاني والله الله ينور عليها. لو جوزك شكر في جارتك دي باي صوره من الاشكال هتتجني، انت هتقيدي نار، انت مش هتبقي مستحمله. حتى لو خدتي الموضوع عادي بس من جواكي برضو، حتى لو هيبقى في نسبه ضغينه كده وضيق من اللي هو بيقوله لك. ما هو انت بتعملي كده نفس القصه، انت لما تقعدي تقارنيه بالناس اكن جوزك بيقارنك بواحده ست تانية. ما يبقاش هو جايب 60% وتقولي انا عايزاه مهندس. ما هي العماير اللي بتقع دي مش من شويه، ما هو اخطاء الدكاتره وكل يوم حد بيموت بخطا معين من الدكاتره، ما هو مش من شويه. ان هو مثلا يتجوز معاه في نفس البيت في بيت عيله، انا ما سبتكش انت ما تسيبنيش. اي كلب بره بعد كده هيجي يقول لها اي كلمه كويسه هي هتبقى جعانه لده، فما تخليهاش تسمع الكلام ده من حد غريب، والغريب ده عمره ما هيبقى لمصلحتها، اكيد هيبقى بيضحك عليها. بس الطفل هيبقى ساكت عشان هو تحت سيطرتك، اول ما يطلع من تحت السيطره دي مش هتعرفيه، هو مش هيبرك. وفي ناس بتطلق لمجرد الضرب، ابنك هيتطلق منك عشان بتضربيه، هيروح يعمل ايه؟ ما تحسي بيه شويه يعني. قبل ما تلومي على ابنك انه مش بيسمع كلامك او لا قدر الله بقى عاق ليكي لما كبر، اسالي نفسك الاول، هل عملتي اللي عليكي معاه وهو صغير، ولا لما كبر كان قدره انه يطلع كده، ولا هو طلع كده بسببك انتي؟ يعني تفتكري مثلا ابن سيدنا نوح ده قدر من عند ربنا، لكن هو اكيد كان عامل اللي عليه لاقصى درجه، فاحنا المطلوب مننا ان احنا نعمل اللي علينا والنتيجه دي بتاعه ربنا. تمام. لو ولادك لسه صغيرين الحقي نفسك واعرفي من دلوقتي تتعاملي معاهم ازاي، بلاش دايما نحط لوم على ولادنا. ده موضوع فيديو النهارده هنتكلم فيه بالتفصيل، وفي اخر الفيديو هجاوب على جزء من الاسئله اللي انتوا بتبعتوها لي في الكومنتات، طبعا على حسب وقت الفيديو. تمام، وباذن الله ده هيبقى نظامنا كل فيديو هنتكلم شويه وبعد كده هجاوب على كذا سؤال. قبل اي حاجه بجد وحشتوني قوي وبشكركم دايما دايما، كل فيديو اقول لكم كده بجد بشكركم على كومنتاتكم الجميله وعلى تقديركم ليا، كلامكم بجد طيب ما بيدلش على اي حاجه غير انتوا نفسكم حلوه، وده ده نابع بجد من طيبتكم وطيبه قلبكم ونفسيتكم الصافيه. صدقوني يعني هو طريق السعاده والروقان والنجاح طويل بس سهل باذن الله، لو استعنا بالله في كل خطوه بنقولها باذن الله هنقدر نوصل. تعالوا بقى نتكلم في فيديو النهارده. انا عايزه اقولك ان انا الفيديو ده مش جايه اهاجم مثلا الاهل، بس جايه اقول حقيقه كتير مننا بيتكسفوا منها او مش شايفينها او مش عايزين يشوفوها. اوقات الاب والام هم بيكونوا اول ناس اذوا ولادهم بكلمه، باهمال، بحب مشروط، باهانات، بمقارنات. كل ده على فكره عقوق برضو، بس هو عقوق عكسي، يعني عقوق من الاباء للابناء مش العكس. الاهل هم اللي بيعقوا ولادهم في الموضوع ده. هنتناقش في الفيديو ده في كل المحاور دي بالتفصيل. في بيوت كتير التربية فيها البيت ما بيكونش مليان حب، مليان طمأنينة، الولاد ما بتبقاش هادية ومرتاحة، لا بيكون مليان خوف. عارفين كده كان طالع ترند على المنصات، يعني اللي هو صوت يعني صوت مفتاح جوزك في الباب بيحسسك بإيه؟ على فكرة نفس الكلام اللي بينطبق عليكي ده بينطبق على ولادك، يعني انتي بالنسبة لهم برضو مصدر امان ولا مصدر خوف؟ ماما جات او بابا جه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هما بيحسوا بيه في وقتها؟ فاهمة قصدي؟ في كل حاجة انتي بتقيمي نفسك بيها وما بترضيهاش على نفسك، اعرفي ان طفلك بيحس بيها خالص. مش لازم بحس ان احنا حاسين بنفسنا قوي وباي موقف احنا بنتعرض ليه، لكن احنا نفسنا بنعرض الطفل ليه هو بالظبط، ولا على بالنا بنحس ان ده مش بني ادم، مع ان ده لسه صفحة بيضة انت اللي بتحطي فيها كل حاجة. فكل اللي انت هتحطيه ده هو اللي هتزرعيه لما يكبر. طيب عايزة اقولك بقى ان الطفل لما كل مرة يعمل حاجة النتيجة بتاعتها دايما ان هو يتشتم او يتضرب، دايما خايف يغلط، دايما خايف يتكلم. حتى لما بيغلط ما بتجيش انت تطمنيه وتقولي له معلش يا حبيبي انا في ظهرك هتعلميه الصح، لا دايما بتقولي ايه طب هقول لبابا لما يجي، وطبعا بابا بيجي يضرب على طول، فما بتبقاش النتيجة حلوة خالص. تمام، بدل ما هو هيتعلم ازاي يتفادى الغلط ده وما يعملوش عشان يبقى هو كويس وبني ادم سوي لما يكبر، هو هيتعلم يا اما يعمل الحاجة في الدرة من فكرة بس ان انتوا ما تعرفوش او تعاقبوه، يا اما خلاص هيعملها ويتضرب ويتهان وهيطلع شخصيه جبانه اصلا يعني. طيب عايزه اقول لك ان التربيه بالخوف دي مش بتعمل اطفال مطيعين. لو انت فكره ان هو كده فكره ان هو هيبقى طفل مطيع وهيريحك، ابدا والله بالعكس. انت لو ربيتيه بهدوء من وهو صغير هتتعبي شويه طبعا عن
ما تضربي وتسكتيه وخلاص من سكات، هتتعبي شويتين، لكن انت وهو هترتاحوا عمر بحاله. التربية دي بتعمل ناس موجوعة. الأب لما يجي مجرد ما تشتكيله ما يكونش أب متفاهم ويضرب على طول، لا، احنا لازم نفهم ان هو لما بيغلط انا بربيه بمعنى ايه؟ برضو بربيه يعني بعاقبه. على فكرة ده ملوش اي علاقة ان انا مثلا بدلع او طول الوقت بلهم اللي هم عايزينه، لا، انا دوري ان انا اربي. بس ولما اجي احط عقاب برضو عشان يتعلم، حطوا عقاب مناسب للموقف. انت بيبقى هدفك في اللقطة دي ان انت تعاقبيه يعني يتعلم من غلطه ويبطل يعمله، ولا بيبقى هدفك تهينيه وتكسريه؟ لا، بحس ان في ساعات اهالي بتضرب ضرب غريب وبتدعي على ولادها وبتاخد معاهم رياكشن، ومثلا بيكسر جهاز مثلا هو بيحبه، بتشوفي ايه اكتر حاجه بيحبوها وتوجعيهم فيها وجع جامد. مش فكره مثلا هو بيحب الموبايل فهنخصم منه ساعه، ممكن اقول لك لا، انت مثلا وقتك من الساعه 2 ل 5 ل 4 لاي حاجه، هتقعد نص الوقت بس، او هخصم منك ساعه من الوقت المحدد ليك. في فرق ان انا امسك تليفونه واكسره. لأ، ما هو ده أنا باعاقب وباربّي وباخلّيه هو بعد كده يعمل حاجات عشان يتجنب إن هو يتحط في الوضع ده، لكن الوضع التاني أنا باكسره هو. أنت دي حاجة باوصّل له فكرة إن دي حاجة أنت بتحبها، طب أنا هاحرمك منها. طب ليه؟ هو عدوِّك، ده ابنِك، يعني فرق بقى، يعني حاجات كتير أوي، لعبة تكسريها له، حاجة تحرميه منها بطريقة over. مثلا تمرين بيحبه تعاقبيه ان انت ما تودوش اصلا، مش هنتعاقب مره، او لو اتاسف قبل ما نروح تمام، وهكذا. بيبقى فيه ردود افعال عنيفه قوي. خدي بالك ان ردود الافعال العنيفه قوي 90% منها ما بتبقاش بسبب الطفل ولا بسبب الموقف، بتبقى بسبب حاجات متخزنه جواكي وانت بتروحي تخرجيها فيه وخلاص. انت اللي متضايقه، انت اللي مكبوته من ناس تانية كبيره وبتطلعي همك في الطفل. فلازم افهم ان انا معنى ان انا اربيه ان انا بعلمه الغلط، ولا بكسر نفسه ولا بوجعه ولا بهينه بالفاظ وحشه وشتايم وحشه، او حتى اقول له كلمه فاشل. ما دي اهانه، انا ما اقصدش الشتايم شتايم يعني، لكن كون ان انت دايما توصفيه بالفشل، دي حاجه مهينه جدا لنفسيته اصلا. تمام. غير بقى في تصرف لذيذ قوي من امهات لطيفه خالص، اللي هي تمسك سماعه التليفون وتكلم بقى خالته وعمته وتحكي لها وهي بتضحك: شفتي عمل ايه مثلا، شفتي ابني عمل ايه، ده عمل كذا كذا كذا، بس انا ما سكتلوش، ده انا ضربته، ده انا عملته، ده انا. وتفضل تحكي، وهي بتبقى عارفه ان هو سامعها اصلا، لكن هي ما بيبقاش فارق لها عادي. يعني في امهات كده. طيب عايزه اقول لك حاجه، اعكسي كده الموقف. موقف مثلا حصل بينك وبين جوزك يا ستي، عاديه، اكله ستي عنها اتحرقت منك، اي حاجه انت اهملتي فيها وغصب عنك وعملتيها باظت منك، تمام. فجوزك بقى بيكلم مامته في التليفون او بيكلم اي حد من قرايبه، وبيقول له: شفت فلانه عملت ايه، دي حرقت الاكل امبارح، دي مش مركزه، دي بتعمل كذا، بس انا ما سكتلهاش، انا عملت وعملت وعملت. ايه رايك؟ هتقبليه على نفسك؟ لا، استحالة. انت هتقوم الدنيا وتقعديها، وهيفضل جرح وجعك من جوزك وفاكراه طول العمر ان هو ازاي يقول كذا، او ازاي يفضح حاجة حصلت بيني وبينه، او حاجة حتى لو اهملت فيها عن غير عمد، ازاي يروح يحكيها. انت بتعملي كده فيه. انت لما بتقعد تحكي غلطاته حتى لو لمامتك، لو لاختك، حتى لو عارفة ان مامتك او اختك ممكن تنصحك او تفيدك بحاجة، مش هي فكرة الشماتة او فكرة اي حاجة على فكرة، بس حتى ما يبقاش سامعك. يعني بجد خدي بالك كويس قوي ان هو ما يبقاش سامعك، هو مش فاهم الشخصيه دي. آم، مش هتاذيني، دي هتنصح ماما، دي ممكن تقول لها حاجه كويسه، لا، هو فاهم ان انت بتفضحيه، هي بتبقى واصله له بالمعنى ده. فبلاش توصلي لهم الصوره دي عشان انت نفسك مش هتقبليها عليكي. غير كمان فكره ايه؟ المقارنات. شوف مثلا ابن خالتك جاب كام وانت مش قادر مثلا في الكليه تجيب كذا، شوف ابن خالتك واخد بطوله وانت مش ما خدتش حاجه، وانت مش عارفه ايه. المقارنات في حد ذاتها كلها، لو بتقارنيه حتى بشوف ابن الجيران ده بيعمل ايه، بيروح لمامته يشتري لها حاجات وانت مش عايز تجيب لي حاجه، وهكذا ايا كانت المقارنه. هقولك تاني، اعكسي الموقف وتخيلي برضو ان زوجك، انت مثلا بتقولي له ابن جارتنا وجاب لها، جارتك دي نفسها، مش هقولك مثل بعيد، انت اهو وجارتك اهي وابنك اهو وابنها اهو، تمام. انت بتقارني بالولد. طب لو جوزك قالك: بصي جارتك دي لابسه ومتزوقه وعامله، بصي دي ريحه اكلها تحفه، بصي ده انا شفتها بتعمل الموقف الفلاني، والله الله ينور عليها. لو جوزك شكر في جارتك دي باي صوره من الاشكال هتتجني، انت هتقيدي نار، انت مش هتبقي مستحمله. حتى لو خدتي الموضوع عادي، بس من جواكي برضو حتى لو هيبقى فيه نسبه ضغينه كده وضيق من اللي هو بيقولهولك.
ما هو انت بتعملي كده نفس القصه. انت لما تقعدي تقارنيه بالناس اكن جوزك بيقارنك بواحده ست تانية. على فكره ما فرقتش. هو بقى ليه اسبابه وانت ليكي اسبابك، كل واحد هيبرر لنفسه اسبابه، بس مش هنخلص. المقارنه في حد ذاتها غلط. كل حاجه انت حطي نفسك فيها، ما تقبليهاش على نفسك، ما تقبليهاش عليه. انت ما تقبليش ان هو يضربك. لو جوزك مد ايده عليكي بتقومي الدنيا وتقعديها وبتشتكيه، وفي ناس بتطلق لمجرد الضرب. ابنك هيتطلق منك عشان بتضربيه؟ هيروح يعمل ايه؟ ما تحسي بيه شويه يعني اما تمدي ايدك عليه. حتى يا ستي هقولك مره من دقتك في الشهر ولا في الشهرين، لكن في ناس متعمده هي كده لطش 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 لطش. ايه؟ طب انت مش هتستحملي جوزك وهتسيبي له البيت وتمشي؟ هو هيسيب لك البيت ويمشي ولا هو عشان ضعيف يعني مش قادر يتكلم؟ انت عماله تعملي فيه كده. مش كل حاجه بالضرب. ولو باباه من النوع اللي بيضرب خلاص تجنبي، حاولي تشوفي انت اسلوب في التربيه تربي لوحدك من الاخر. يا اما تحكي لبابا كتير حتى باسلوب غير مباشر، ده انا قريت ان فلان حصل له كذا من الضرب، ده انا قريت ان الولد ده اتعقد، ده لما كبر عمل معاهم كذا. طول ما انت بتعملي معاه كده هو بس الطفل هيبقى ساكت عشان هو تحت سيطرتك. اول ما يطلع من تحت السيطره دي مش هتعرفيه، هو مش هيبرك. ما تطلبيش بقى ساعتها ان هو يبرك. ما تبقيش انت معلمه الطفل ده مربيه على الاهانه، ويجي يتجوز يلاقي مثلا مراته بتعامله بطريقه مش حلوه وهو يسكت وما ياخدش اي رد فعل معاها، وانت تستغربي هو انا ابني ليه كده مع مراته. معلش انا بتاسف على الاصوات اللي بره دي والله عشان انا جنب الشارع. هو ليه ساكت لمراته؟ هو ليه ما بياخدش رد فعل؟ هو ليه مش عارفه مين؟ ما اولا هو ما خدش رد فعله معاكي، ياخد رد فعل معاها ليه؟ يعني اشمعنى انت؟ الفرق ايه؟ هو في نظره دي واحده ست ودي واحده ست. انا اتعلمت ان انا من وانا صغير بتعامل كده. هاخد رد فعل مع مراتي ليه؟ عادي، ما هو متعود على ده. انت جايه تلومي مين دلوقتي؟ ما تروحي تلومي نفسك من وهو صغير، انت اللي عملتي فيه كده. يعني لما كل مشاكل في الفصل يجيلك كل يوم مضروب وانت اصلا بتضربيه، ما هو مش هياخد حقه معاهم. ما هو متعود على كده، هيعمل كده ليه؟ في شغله بعد كده ما تفتكريش ان هو هيبقى بني ادم منصب كويس وله هيبه. بالعكس، الناس دي بتبقى حاجه من اتنين: يا اما ضعيفه جدا شخصيتها ضعيفه وكله بيعملها وحش، يا اما بتفتري على الناس. يعني لما بتكبر بتبقى شخصيه بجد مفتريه وبشعه، ما تعرفيش تتعاملي معاها اصلا. وكل ده سواء الشخصيه دي سواء الشخصيه دي، انت اللي هتتعاملي المعامله دي بعد كده. اللي انت زرعتيه انت اللي هتحصديه. خدي بالك بنتك لما تقعدي تبقي حرماها من شويه قعده حلوه فيها حضن، تبوسيها، تحسسيها انها حلوه، انها بنت، انها جميله، انها انت وباباها كمان. البنت بالذات برضو بتبقى عايز تسمع الكلام ده من باباها. لو انت فضلتي حرماها او محسساها انها بنت دايما ايه، خايفه تعمل حاجه غلط، خايفه تعمل حاجه غلط، ممكن توصلي لاخوها كل شويه تقول لك ايه ده لو حد كلمها انت المفروض تعمل معاها كذا، ده لو حد عملها كذا. لو هما في مدرسه واحده تفضلي تصدري له وجهه النظر دي، هو هيتخنق منها، هيحس ان هي عبء عليه. مش اختي عادي حبيبتي، لا، هيحس ان هي عبء عليه، وفي يوم من الايام هي هتجيب لي مشكله. فبلاش نخنق برضو البنت قوي كده. لو انت فضلت تحرميها من كلامك الحلو انت وباباها، البنت بقى بالذات افوري افوري، يعني حسسيها دايما انها حلوه. ليه؟ اي كلب بره بعد كده هيجي يقول لها اي كلمه كويسه هي هتبقى جعانه لده. فما تخليهاش تسمع الكلام ده من حد غريب، والغريب ده عمره ما هيبقى لمصلحتها، اكيد هيبقى بيضحك عليها. هتيجي بقى ساعتها لما تلاقيها مثلا بتعمل كده تضربيها وتهينيها وتعاقبيها وانت ما تربيتيش، وانت والله انت السبب. البدايه من عندك. 90% او 99%. يعني زي ما بقول لكم في اقدار بتبقى غصب عننا، بيبقى الواحد عامل كل حاجه وبجد بيبقى غصب عنه كده ان هو ربنا قدر له الوضع ده. تمام. لكن في حاجات بتبقى احنا السبب فيها. يعني ما انا زي ما قلت لكم مثال كده في اول الفيديو، سيدنا نوح، تفتكر ان هو ما عملش اللي عليه من ابنه؟ لا، ده كان بيدعي لي اخر لحظه وخلاص، والطوفان وهو على الجبل ويا ابني، لا، هو متاكد ان هو هيحتمي بالجبل وهينجو من الموضوع وما نجاش في الاخر. ف في ناس بتبقى عامله اللي عليها، زوجة سيدنا لوط وهكذا. في امثله كتير قوي. اكيد هم كانوا عاملين اللي عليهم لكن ده قدرهم. عشان ساعتها ما تلوميش نفسك، ولما تروحي عند ربنا ما تتحاسبيش. ما هو انت لو عامله اللي عليكي حتى لما تتجمعوا في يوم القيامه لا هيجي هو يقتص منك ولا يلوم عليكي ولا انت تبقي قصرتي في حقه، فتبقي عامله اللي عليكي لاقصى درجه وقدره هو هيشوفه. عايزه اقول لك برضو الطفل ده مش مطلوب منه، او لما يكبر كمان شويه بقى مثلا دخلنا مرحله الثانويه العامه والاختيارات واتجاهات بقى المستقبل، هو مش مطلوب منه يحقق لك احلامك. خدي بالك، شوفي ميوله هو ووافقي عليها. مش لازم يكون زي فلان وفلان وفلان دكتور، او لازم يكون مثلا مهندس او دكتور في العموم، لان ده هو ده السائد في المجتمع والفكره اللي مسيطره علينا ان هم دول الناس التحفه قوي. لا، المجال اللي هو شاطر فيه هو هيقدر يدي فيه، هو هيقدر ينجح فيه، هو هيشرفك ساعتها وهو في المجال اللي بيحبه.
في ناس كتير في مجالات بيستتفهوها، يعني مثلا يقول لك ايه فنون جميله دي، مثلا ايه هتعملي ايه يعني، مش عارفه ايه. لا بالعكس، بالعكس هو ممكن يبقى حد ناجح كويس قوي ومعروف وليه اسم في المجال اللي هو بيحبه مش اللي انت بتحبيه. بذكر المواضيع دي عايزه اقول لكم مثلا مثال الجامعات الخاصه اللي بقت طالعه دلوقتي، كل واحد ابنه نفسه يشوفه يا مهندس يا دكتور يروح مدخله جامعه خاصه. انا مثلا ليا وجهه نظر في الجامعات الخاصه دي. فرضا انا هقول اي امثله، يعني فرضا مثلا هو الطب مثلا اللي هو عايز يدخله ب 97%، الولد ده ذاكر وعمل كل اللي عليه وخلاص طحن نفسه فعلا وجاب 96. في الحالة دي لو مقتدرين ماديا اقولك دخليه جامعة خاصة، يعني هو الواحد في المية ده خسارة، هو حاجة فعلا بيحبها، هو مجتهد وهو ذكي وهو كل حاجة، ولكن فلتت منه على حاجات بسيطة. تمام، فدخليه 2% رينج ال5%، لو ده رينجه من المجموع العادي سواء حكومة دخليه، مش هقولك لأ. لكن ما يبقاش هو جايب 60% وتقول انا عايزاه مهندس. ما هي العماير اللي بتقع دي مش من شوية، ما هو اخطاء الدكاتره وكل يوم حد بيموت بخطا معين من الدكاتره، ما هو مش من شويه، ما هو مخه ربنا خلقه ان هو قدرته قد كده في العلم. ممكن يبقى قدرته في صنعه تانية كويسه تحفه ويكسر الدنيا فعلا، وبقول لك يبقى له اسم فظيع. انت ليه بتحطيه في حته هو مش عايزها، هو مش هيقدر يدي فيها، هو عقله مش مستوعب الكلام اللي انت بتقوليه ده، ما يقدرش مثلا يقعد في الماده العلميه دي يدي فيها. يمكن هو بيحفظ اكتر، يمكن هو بيحب اشغال يدويه اكتر، يمكن هو بيعمل حاجه تانية احسن. يبقى انا المهم ان هو عندي احسن، ولا ان هو انا جوايا حلم عايزه احققه فعايزه اسم، انا عايزه ابني يبقى اسمه كذا. مش منطق خالص. فبجد بلاش تحاولوا تحققوا احلامكم انتوا في شخصيه ولادكم. انت كان عندك فرصه وانت كنت في ثانويه عامه وبابا كان في ثانويه عامه، كنت عملتي اللي انت عايزاه. ما تجيش دلوقتي تفرضي عليه حاجات معينه، بالذات لو هي مش قدرته، هو عقله خلاص مش ما عندوش القدره في الحته اللي انت عايز تحطيه فيها، فبلاش تفرضي عليه ده. في ناس اشتغلوا 10 سنين وضيعوا من حياتهم سنين في شغل مش بيحبوه لفكرة ان هو يرضي اهاليهم وخلاص، يرضي باباه مثلا في حاجة معينة. لا، طب انت كأب بقى فخور باللي انت عملته ده؟ يعني انت ازاي اصلا بتبقى فرحان؟ ولا الابن كان دايما حاسس بالذنب من ناحيتك، ان هو عايزك انت تبقى راضي، عايزك انت تبقى سعيد؟ ساعات كمان امهات مثلا اللي هي زوجها بيتوفى وبتقعد على اولادها، تحس انها بتفضل تذله بالموضوع ده، وان هي عايزه تمن قعدتها في ان هو يعمل حاجه هو عايزها، في ان هو مثلا يتجوز معاه في نفس البيت في بيت عيله. انا ما سبتكش انت ما تسيبنيش، انت ما سبتهوش باختيارك، انت كان ممكن تعملي حاجه تانية وحلال، يعني كان ممكن تتجوزي، كان ممكن تختاري، انت اخترتي ده، هو برضو من حقه يختار، انت اخترتي حاجه مناسبه ليكي ولحياتك ولشخصيتك، هو ماله؟ انت ضحيتي عشانه، انت اجرك عند ربنا، هو انت اللي انت ضحيتيه ده اترمى يعني خلاص في الباسكت؟ لا، انت اجرك واخداه عند ربنا، ما تطلبيش منه هو يدفع الثمن، يدفع تمن حاجه هو ما اختارهاش. على فكره يمكن هو كان في نظره لو انت كنت هتبقي ست سعيده ولو اتجوزتي وانت كده تمام وكنت هتسيبيه هو يعيش حياته، يمكن كان اختار انك تتجوزي، ما كانش اختار انك ما تتجوزيش. فبلاش كل حد عايز يدفع تمن تضحيه عملها لابنه ولولاده ولمراته والموضوع بيتوارث بقى، لا لازم مراتك تعمل لي كذا ولازم ولادك تعمل لي كذا. انت ما كنتش هترضي ان حماتك تعمل فيكي كده؟ يعني كل واحده ست كبيره بتسمعني تفتكر اللي كانت حماتها بتعمله. انا مش فاهمه ازاي في ناس بتبقى معقده مثلا من حاجات مرت فيها تروح تعملها هي في ناس تانية. انت مريتي بده وضايقك وزعلك وجرحك، بتعمليه ليه في بنت الناس التانية؟ يعني انا مش فاهمه، مش بستوعب ازاي في ناس بتعمل كده، اللي هو زي ما انا اتوجعت لازم غيري يتوجع نفس الوجع اللي انا اتوجعته. طب ليه ما تشيليش؟ لما كل واحده اتعرضت حاجه فينا دلوقتي، خلينا مثلا في الجيل بتاعنا، كل واحده فينا بتتعرض لحاجه تنوي نيه صادقه لله ان هي ما تعرضش ولادها ليها، ولا تخلي ابنها او بنتها يعرضوا جوزهم، يعني جوزها او مراته للموضوع ده. تفتكروا المجتمع ساعتها هيبقى عامل ازاي؟ يعني اكيد احنا هنبقى في حته تانية خالص يعني. طيب، عايزه اقول لكم ان انت قبل ما تبني لابنك، تبني له بيت وتحوشي له فلوس والكلام ده، ابني اصلا الشخصيه. انت ممكن تبني الكلام ده كله وانت بتربي شخصيه تفرتك الكلام ده كله في ثانيه، هي شخصيه فاشله، شخصيه معقده، شخصيه جواها حاجات معينه عايزه تطلعها، فتبوظ كل اللي انت عملتيه، كل اللي انت قاعده تحوشيه ده. لا انت اتبسطتي ولا هو اتبسط، انت بالعكس. فلو ربيتيه هو كويس بعقليه كويسه، لو سبتي له حته قد كده فتفوته هيكبرها وهو اللي هيخليها قصر. لكن انت ممكن تسيبي له القصر وتبقي سايبه شخصيه فاضيه من جوه، يضيعه ويضيع كل حاجه فيه ويضيع اللي حواليه ويضيع مراته وولاده ساعتها، ويضيعك انت لو انت كبيره في السن ومش هيعرف يبقى مسؤول عنك حتى. فانت صدقيني مش هتبقي استفدتي اي حاجه. فحاولوا كده كل موقف من وهم صغيرين، يعني نعمل ايه يعني الخلاصه؟ كل موقف من وهم صغيرين، اول حاجه لازم تبعدي عن الاهانه. خلاص الاهانه والضرب نبعد، نطول بالنا على قد ما نقدر، نحاول نفهمهم طول الوقت
نحاول ناخد ساعه زي ما قلت لكم كل يعني كذا مره في كذا فيديو اقول لكم خدوا ساعه في اليوم احكوا. فكره الحكايه فكرتها عارفين ايه؟ بيبقى غرضك ان انتوا تقربوا من بعض، بس ان احنا ايه نبقى قريبين من بعض. تمام. ده كده كان موضوع النهارده. عايزه اقول لكم بقى سؤال، ويمكن في برضو حته من او ليه علاقه بالولاد يعني. سؤال جالي من متابعه ان هي يعني مثلا هي عندها فكره ايه انها بتحوش وبتجدد حاجات في البيت، مثلا بتجيب فرش، بتجيب جزامه، ممكن تبيض الشقه، يعني بتعمل حاجات كده في بيتها. ولكن ولادها دايما بيتهموها بالتقصير، او ان هي خايفه ان دايما بيقولوا لها يعني ان هي مقصره كماده، فهي خايفه تبقى بخيله. دخلوا في دماغها الفكره دي. ليه؟ لان هم عايزين ايه؟ رفاهيه شويه في الاكل والشرب. تمام. ده معنى السؤال، عشان هو مش قدامي دلوقتي، انا مش بقراه بس انا فاكراه يعني. تمام. فانا رديت عليها، انا والله بحاول ارد وفي نفس الوقت اقول الاسئله برضو بردودها في الفيديو عشان ما حدش يزعل، او عشان لو حد مستعجل على الاجابات مثلا، فبرد عليه كتابه وفي نفس الوقت ببقى عايزه اشارك معاكم الموضوع ده. طيب، هي الاول يعني بدايه سؤالها قالت لي انا خايفه اكون بخيله. قلت لها ايه البخل؟ او انت بتصرفي في ايه؟ هل الضروريات كمان انت مقصره فيها ولا لا؟ فقالت لي لا بالعكس، ده انا بحوش وبغير وفي الفرش وفي الكلام ده كله، لكن هما متهمينها وعايزينها ايه يبقى في رفاهيه شويه في الاكل والشرب. فانا كان ردي عليها، وعايزاكم انتوا برضو تشوفوا وتقولوا لي الموضوع ده صح ولا لا. انا كان وجهه نظري في الموضوع ده ان هي اختلاف ثقافات واختلاف اهتمامات. ليه؟ البخيل مش هيجدد في بيته، مش هيصرف في حاجات زي دي، مش هينزل يجيب مفرش، مش هينزل يجيب ديكور، مش هينزل يجيب الكلام ده، مش هيجيب جزامه يقول لك ما دي حلوه مقضيه. مش هيشتري الحاجات دي اصلا. دي بالنسبه له رفاهيه الرفاهيه. فهي لو خايفه ان انت بخيله، انت مش بخيله خالص. طول ان انت بتعملي الكلام ده انت مش بخيله. لكن اللي انا شايفاه ان هو اختلاف ثقافات بين الاتنين. بمعنى ان الجيل بتاع دلوقتي، وانا عذراه والله، ان احنا لما بنتفرج احنا حتى ككبار بنتفرج على السوشيال ميديا والمطاعم اللي بقت فاتحه في كل مكان والاكلات والكلام ده كله. بنبقى احنا نفسنا ساعات الاكل بشكله بيغريكي، بتبقى نفسك تجربي، بس انت عشان عارفه اضراره، وكمان عشان ممكن تكوني بتفكري فيها كماده، فما بتبقيش عايزه تعملي الموضوع ده. تمام. فهي فكره اختلاف في الثقافه، او اختلاف في صورة السعادة. بمعنى ان هي بتبقى شايفة ان السعادة مش حاجة لحظية مؤقتة، هي عايزة البيت حواليها يبقى حلو، وعايزة انها لما تصرف مثلا في حاجة تبقى حاجة فعلا هتعود علينا كلنا بالنفع، وهتخلي بيتنا شكله حلو، هتدوم لفترة طويلة. يعني انا ممكن انزل اجيب مثلا، انا جايبة دي ب50 جنيه، كل يوم حطاها، وكل يوم مثلا شكلها حلو، اما بشوفها مثلا ظبطت دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ممكن انزل اجيب لو كل واحد دلوقتي باكل شيبسي هتبقى صرفت ال50 جنيه. فهي اختلاف حاجات. يا بنات نخلي يعني، او يا ولاد نخلي بيتنا حلو، نظبطه بصورة كويسة. فاهمة؟ فهي بس فكرة اختلاف، لكن هما بيبقوا عايزين سعادة وقتية. هما من كتر ما هما شايفين الحاجات دي، وبقولك انا عذراهم، احنا ككبار ساعات بنشوف اكلات من كتر اللي بيعرضوها بنبقى عايزين ايه ده نجرب. خصوصا الموضوع بقى منتشر بزيادة عن اللزوم. يعني انا شايفة بلوجر ما يعني جايب مثلا كريب، جايبه من 10 اماكن، بيجربهم، وعمال بقى اللي هو يعمل فرق بين ده وده. اصلا ما بقتنعش بالشغلانه دي خالص. عايزه اقول لكم اصل ده جوسي شويه، لكن ده ناشف شويه، لكن ده الصوص زياده فيه شويه. مش فاهمه هو ايه الاضافه اللي هو بيضيفها لنا، بس ما علينا يعني. جايب العشرة. عايزه اقول لكم ال10 مطاعم اسامي انا ما اعرفهاش، انا كنت اول مره اسمعها اصلا وانا بشوف الفيديو ده. يعني ايه اللي انتوا بتعملوه؟ يعني انا اللي هو فضول، لان ولادي بيعجبهم الحاجات دي، فعايز اشوف هم بيشوفوا ايه. ال10 مطاعم حاجات مش مشهوره خالص، انا ما اعرفش ال10 دول فتحوا امتى. انا بقول لهم انا ما اعرفش ولا اسم منهم. اللي هو ايه ده؟ فاهمه قصدي؟ فالحل ان احنا نمسك العصايه من النص. انا مثلا هشيل وهجدد وهعمل كل حاجه، لكن هعمل على حسب ميزانيه بيتي. مره في الشهر من بره تمام مفيش مشكله، الباقي احاول ان شاء الله لو يوم في الاسبوع انا اعمل لهم الكلام ده في البيت. مش هيتكلف تكلفه بره خالص، كمان هيبقى اكيد صحي كتير كتير عن بره. حتى لو استخدمت صوصات حاجات بتاع، برضو مش هتبقى وحش قوي زي ما انا اشتريه من بره. وامسك العصايه من النص. كمان ممكن فكره تانية، ان وانا بجدد في البيت ده اختار حاجات تخصهم. يعني اختار حاجات تخص اوضته. ايه رايك اجيب لك مكتب، نحوش ونجيب لك مكتب. انت اوضتك حر، طبعا لو في امكانيه بس انت تجيبي تكييف، او لو ما فيش هاتي مروحه. ايه رايك موبايلك قدم نجدده، نجيب مثلا كمبيوتر. مش عارفه ايه، المدارس داخله، انا هحوش عشان اجيب لك ادوات مثلا كويسه، تكون شنطه ليك كويسه، لبس حلو، وهكذا. يعني ممكن فكره التحويش مره ليه ومره ليكي، يعني مره للبيت في العموم هيتبسطوا بيه. لكن لما تبقى في اوضته هو او في حاجته الشخصيه هو، اكيد هيتبسط اكتر، وهيبقى حابب الموضوع ده، وهيفرح، وهيحس بقيمه اللي انت بتعمليه، فهيشجعك. ماما عملت لي كذا المره دي، هتعمل مثلا حاجه في البيت، والخطه الجايه هتبقى بتاعتي برضو. او هو بقى هيبدا هو يفكر زيك،
ما انا فعلا كان زماني صرفتهم كده وخلاص. ما انا اجيب لنفسي حاجه بالفلوس دي تفرحني اكتر، وفي نفس الوقت انت تبقى حافظتي على صحته كل بقى الحاجات اللي بنجيبها من بره دي اصلا ملهاش اي لازمه. طولت عليكم بقى، فكفايه السؤال ده المره دي، والفيديو الجاي ان شاء الله نناقش شويه اسئله تانيين كده. بس يا بنات اشوفكم على خير، فيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.